انا ولدت ولادي بره، وكنت عايشه في ايطاليا فتره، وبعدين نزلت مصر. المدرسه كانت بتكلمني يوم يوم لا، تعالي خدي ابنك، ما بيقعدش على كرسي، بينام في الفصل، بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا فاكره مره مدرسه كلمتني وانا كنت خلاص مش عارفه اعمل حاجه، لان الكلام اللي بيتقال في المدرسه ما بيحصلش عندي في البيت خالص، مش الكلام ده خالص. اليوم ده انا كنت مع اختي في العربيه بعيط، بس حجم الالم اللي انا كنت حاسه بيه ان انا حاسه ان انا ضعيفه، مش في ايدي اي حاجه اعملها، وده ابني وانا عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا. وبروح لهم اقول لهم طب قولوا لي اعمل ايه. فرحت وقعدت وخدت الكلمتين زي كل مره بروح اخد الكلمتين هم. فرجع البيت قعدت معاه. مش فخوره ابدا باللحظه دي في حياتي، لكن كان اقوى درس اتعلمته في حياتي. فقلت له مالك؟ ليه؟ ليه يا حبيبي بتعمل كده؟ ما تبقى زي كل الولاد، ما تقعد على الكرسي عادي وتقعد وتنجوي، ما هم كلهم بيلعبوا وبتاع. وهو كان بيلعب بليجو، فبص لي كده قال لي ليه؟ قلت له عشان تبقى المدرسة تتبسط منك والمدرسة وتعرف تفضل في نفس المدرسة مع صحابك وبتاع. قال لي لا، ما هم يقبلوني زي ما انا. كان عمره قد ايه؟ 5 سنين. وانا في اللحظة دي I was like ايوه بجد. you know what، انت على فكرة انت عندك حق. you know what، انت صح. وحسيت انه كان درس ليا انا كمان، في حياتي انا كمان.